اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبل ما نبدأ الفيديو نصلي ونسلم على الرسول وندعي لأهلنا في غزة إن ربنا ينصرهم إن شاء الله. أنا النهاردة هعمل أكلة خفيفة خالص وبسيطة جدا. دايما بنحب نفسنا بتهفنا كده إن احنا ناكل الأكلات الحرشة، الأكلات الخفيفة والسريعة دي، وخاصة لما يكون صاحيين الصبح وعايزين نعمل أكل مختلف أو فطار مختلف. فحبيت أعمل مسقعة هنا مكوناتها بسيطة جدا: بطاطس محمرة وبتنجان وفلفل رومي وكم قرن فلفل بس حامي. طبعا انا الاول بقطع البطاطس، بجهزها صوابع او مكعبات او حلقات زي ما تحبيها، وبرده البتنجان بقطعه وارش عليه شويه ملح على ما بحمر البطاطس وبعد كده اقليه كمان. انا هنا كنت بقليه بعد البطاطس اهو، يا دوبك بس لونه يصفر ياخد اللون الذهبي وبطلعه. طبعا المفروض كنت اطلعه على المصفى، بس انا كنت مستعجله فرحت مطلعه على طول بره. وادي الفلفل برضو بحمره، ما بحطش الفلفل برضو سليم، انا بحب اقطعه كده نصين عشان الاولاد عندي يعرفوا ياكلوه. خلاص كده، وبحط الفلفل الحامي برضو عليه او بالظبط كده. ادي البطاطس والحاجه كلها مكونات المسقعه جهزت. اجي بقى لطشه الطماطم. الطشه هنا بحط توم، 4 فصوص توم، على فلفل حامي، وربع كوب من الخل. هي سر المسقعه هنا في طشه التوم والخل دي. ادي طشه التوم والخل. خلاص كده، نص خلاط من الطماطم، وبعد كده اتبلها بالفلفل الاسمر والملح والكمون، مش اكتر من كده. تاخد غلوتين كده وتاخد وتدي مع بعضها، وبعد كده اروح صبها على المسقعه بعد ما برصها في صينيه. الرصه برضو ترتيبها زي ما تحبيه، بطاطس بتنجان فلفل، الترتيب زي ما انت بتحبيها برضو. كلنا بنحب الحاجه اللي بنعرف ناكلها، يعني انت بترصي براحتك، بس انا مجرد بس بذكركم بالحاجه بس كده. خلاص، هي بقى كده جاهزه عندي. والله ما خدت، بصوا، يعني نص ساعة بالظبط، وكانت الدنيا كلها أقل من نص ساعة كمان، والأكل كان مسقعة جاهزة جدا وكلنا كلناه. هنا بقى بحط الطماطم على وش المسقعة واحطها على نار هادية لمدة 5 دقايق بالظبط واطفي عليها، وهتاكلي أحلى طبق مسقعة. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناة، وألف هنا وباي باي.